هو أنا ممكن أتعلم السواقة وأنا عندي كام سنة؟ طب يا ترى تعليم السواقة ليها سن معين ولا ملهاش؟ لو عايزة تعرفي إجابة السؤال ده تابعي معايا الفيديو للآخر. ولو أول مرة تتابعيني، أنا كابتن إسراء، كابتن فريق إيسوكار لتعليم قيادة السيارات للستات والبنات، وبعمل فيديوهات كتيرة عن تعليم السواقة. السؤال ده بيجيلي كتير، هو أنا أقدر أتعلم في أنهي سن؟ وطب أنا لو عديت ال40 أو ال50 ينفع أتعلم ولا خلاص راحت عليا؟ الحقيقة يا جماعة إن السواقة ملهاش سن معين خالص، انت ممكن تقدري تتعلمي السواقة في أي وقت عادي جدا، سواء انت صغيرة أو كبيرة. الموضوع تقريبا هو ملوش علاقة بسن الإنسان قد ما له علاقة بالإرادة نفسها. يعني انت لو عايزة تعملي الحاجة دي فعلا بصي هتعمليها، والله لو كان عندك كام سنة اللي عايز يعمل حاجة هيعملها. بس احنا دايما بنفضل انك لما تتعلمي حاجة جديدة او مهارة جديدة الافضل تكوني في سن صغير، لان كل ما بيكون سنك صغير ده بيكون احسن في الاستيعاب، احسن في التعليم. حتى دايما الابهات والامهات بيحرصوا ان اطفالهم يتعلموا حاجات كتير وهم صغيرين عشان لما يكبروا يكونوا محترفين فيها. يعني مثلا كل ما يكون سنك صغير ده بيكون افضل، 18 19 او فترة العشرينات دي كويسة جدا جدا عشان تتعلمي السواقة فيها. طب الفترة اللي بعد كده تلاتينات واربعينات عادي جدا ممكن تتعلمي وانت عندك 30 او 40 او حاجة و40 عادي جدا مفيش مشكلة. وبيجولنا برضو ستات تانية بيبقوا فوق ال50 او فوق ال60. ممكن طبعا التعليم في السن ده مش هيبقى سهل قوي على الشخص، لان طبعا كل ما السن بيكبر الاستيعاب بيقل. يعني المهارات بتاعت الانسان طبعا مش بتبقى زي ما هو في العشرينات والتلاتينات. لكن لو انت ظروفك ان انت ما حالفكيش الحظ او ما حصلتش فرصة ان انت تتعلمي في السن بتاع السن الصغير واضطريتي تتعلمي السواقة على كبر، عادي جدا انت ممكن جدا تسوقي وما فيهاش اي مشكلة خالص. وزي ما بدأت كلامي ان السواقة كلها بتعتمد على الإرادة. حتى لو سنك كبير انت لو عايزة تعملي الحاجة هتعمليها والله لو في ايه. وممكن تكوني في سن كبير تتعلمي لو فوق ال50 او ال60، ولو عندك الإرادة تتعلمي أحسن من البنت الصغيرة اللي عندها 17 أو 18 أو 20 سنة. هو طبعا السن الصغير كمان بيبقى فيه بعض المشاكل فيه، هو الأفضل في تعليمه، لكن المشكلة اللي فيه بيبقى فيها نسبة من التهور شوية البنات الصغيرين أو الشباب الصغيرين عموما. ولكن مش كل الشباب في السن الصغير بيبقوا متهورين، في بعض منهم كده، عشان كده أهاليهم بيخافوا عليهم أو إن هم يتعلموا السواقة أو يتهوروا أو يعملوا أي مشكلة بالعربية أو لا قدر الله يعملوا حادثة. انت تقدري تتعلمي السواقة في اي وقت عادي جدا، ما تخليش عامل السن يأثر عليكي. لو عوزتي حاجة اعمليها، وصدقيني السواقة بتنفع جدا جدا الستات، وخصوصا في الزمن اللي احنا فيه ده. السواقة مش بس بتنفعك، دي بتنفعك وبتنفع كل الناس اللي حواليكي. ولو انت مش محتاجاها السنة دي او اليومين دول او في الفترة دي، ما انتش عارفة ممكن في يوم من الايام تحتاجيها في المستقبل. عشان كده دايما بنصح الستات والبنات انها تتعلم السواقة، لانها فعلا هتفيدها جدا في حياتها وفي حياة الناس اللي حواليها. ولو عايزة تعملي حاجة تقدري تعمليها مهما كانت الظروف ومهما كان سنك. وبس كده.